بيبان قرية شاهسوار. أخذنا سندباد على بساطه السحري هذه المرة إلى إحدى قرى الإيزيدية في سهل القوش بحثا عن مرادنا، فحط في قرية بيبان أو قرية شاهسوار، وهي قرية صغيرة بعدد سكانها نسبة إلى بقية القرى الإيزيدية، ولها ثقلها ووزنها ورزانتها بين عموم الإيزيديين. في الأعوام الماضية كانت بيبان ملاذا آمنا لكل من قصدها، فعندما كان سكان قرية ما يضطرون للهجرة ومغادرة قريتهم بسبب الحروب والتهديدات والمشاكل الداخلية للعراق، كانت أبواب قرية بيبان مفتوحة لهم دائما وسندا لإخوانهم في السراء والضراء. لذا فإن عوائل كثيرة من مختلف مناطق الإيزيدية سكنت القرية بعد هجرتهم من موطنهم، فوجدوا فيها كل الراحة والأمان. بيبان هناك كثير من المعاني حسب ما أعتقد. بيبان نسبة إلى بربان، هاي المنطقة تسمى بربني، قرى التي تسمى يعني من بوزان وخورزان وكرساف وقابارة وطفتيان، هاي القرى تسمى بربني، وبيبان يسمى بربان. وأكو تسمية أخرى يقولون بيبان يعني بيت الحمامات كانت تسمى في التاريخ. أما الرأي الآخر فيقال بأنه في سفح القرى التابعة في سفح جبل بيخير الممتد من القوش إلى جبل زهيرة في باعذرة، هم يسموها بربني. وبركندي القرى التابعة في سفح كند دوغاتا وسريشكا، أي أنها المنطقة التي بعيدة عن الكنود والجبل. تقع قرية بيبان إلى الشمال من مدينة الموصل بحدود 45 كيلومترا على سهل منفتح من الجهات الأربعة، تأحدها من الشمال سلسلة القرى الإيزيدية بوزا، قرساف، خورزان، تفتيان وقابارة، ومن الجنوب تحدها قرى دوغاد، سرشكا، خوشابة، نفيرية وشيخكا، ومن الشرق قريتا الجراحية والنسيرية، ومن الجنوب الغربي قرية اختارة، ومن الشمال الغربي ناحية القوش. وتقع أيضا على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة دهوك بقضاء الشيخان وقضاء عقرة، وتعتبر نقطة وصل بين جميع القرى الإيزيدية تقريبا. بيبان كانت ملتقى أو محطة استراحة في الزمن القديم بين قوافل التجارة، حيث كانت تمتاز بوجود ينابيع الماء، وكانت فيها أيضا ماء نهر يجري حسب ما قرأنا بأنه كان أكو مجرى يعتبر يعني تأتي إليه من جهة الشرق من ناحية جروانة حسب المصادر اللي قرأناها. فكانت تعتبر بيبان محطة استراحة. قرية بيبان من القرى التابعة لناحية القوش قضاة الكيف محافظة نينوى، لحد عام 1977 كانت تابعة لقضاء الشيخان، انفكت وارتبطت إداريا بقضاة الكيف لحد الآن. الموقع الجغرافي تعتبر قرية بيبان مركز للقرى المجاورة، فمن ناحية جنوب هناك قريتي دوغات وسريشكا، وتبعدان عن قرية بيبان حوالي 5 إلى 6 كيلومتر. ومن الجهة الغربية قرية الشرفية وهم من الآشوريين تبعد عن القرية حوالي 6 كيلومترات. ثم ناحية القوش من جهة الشمال الغربي وتبعد عن قرية بيبان حوالي 5 كيلومتر. ثم قرية بوزان من نفس الجهة حوالي بين 5 إلى 6 كيلومتر. وفي الجهة الشمالية قريتي كرسافة وخورزان حوالي 6 كيلومترات تبعد عن قرية بيبان. ثم قرية طفتيان وقابارة من الجهة الشمالية الشرقية حوالي 8 كيلومترات. ثم قرية الجراحية من جهة الشرق والنصيرية حوالي 4 إلى 5 كيلومترات. قرية شيخكا تبعد حوالي كيلومتر عن قرية بيبان في جهة الجنوب الشرقي.
تقدر مساحة قرية بيبان القديمة بحدود 210 آلاف متر إلى 250 ألف متر مربع. أما الآن فهي قرية حديثة ومزدهرة ومترامية الأطراف بفضل العمران والبيوت الجديدة وترميم وتجديد البيوت القديمة. ويقدر عدد سكانها ب3500 شخص. والقرية القديمة تتألف من 4 أحياء تسمى على الجهات الأربع. وتتوسط القرية ساحة مستطيلة الشكل والأبعاد من الشمال حيث مزار شاه سوار وإلى الجنوب بيادر القرية. وتعرف في القرية باسم نافكوند أي وسط القرية. كانت سابقا تقام فيها كل المراسيم الدينية مثل الطواف وعيد رأس السنة سريسال وأغلب حفلات الزواج ومراسيم العزاء التي كانت تحدث في القرية. حسب إحصاء عام 1957 كان عدد دور السكن في قرية بيبان 57 دار سكن، وعدد نفوسها بين 282 إلى 300 شخص. حسب إحصاء عام 2005 عدد دور القرية البيوت السكنية 292 بيت. عدد الأفراد 4550 نفر. تعتبر مدرسة بيبان الابتدائية المختلطة نواة مدارس المنطقة، حيث تأسست في بداية الخمسينات. كانوا يأتون إليها الطلاب للدراسة من القرى المجاورة أيضا، وذلك لعدم وجود مدارس في قراهم آنذاك. وكانت الهيئة التعليمية في ذلك الوقت وحتى نهاية الثمانينات من معلمي ناحية القوش وبعشيقة وبحزاني. وبعد تخرج عدد من أبناء القرية من معاهد وجامعات العراق أصبحت الهيئة التعليمية من معلمي القرية. من الناحية الثقافية تعتبر بيبان من الرائدة، من القرى الرائدة في المنطقة التي تأسست فيها المدارس. فتعتبر مدرسة بيبان هي المدرسة الأولى بين القرى اليزيدية في هذه المنطقة، حيث تأسست سنة 1951. وكان شباب وطلاب القرى المجاورة أيضا يأتون إلى بيبان. بيبان من القرى المشهورة في المنطقة ثقافيا، حيث بنت أول مدرسة في قرية بيبان بتاريخ 11/9/1950. وفي حينها كانت المدرسة في إحدى بيوت القرية. أول سنة كانت في بيت المرحوم الشيخ حجي البيباني، ثم السنة الثانية انتقلت إلى بيت المرحوم الشيخ ميرزا البيباني، ويعتبر الاثنان من رجال الدين المعروفين في القرية وفي المنطقة. بيبان تمتلك الآن شهادات كبيرة، وتعتبر بالنسبة مقارنة ببقية القرى تمتلك شهادات كبيرة من حيث الدكتوراه والماجستير وخريجي الكليات والمعاهد والمعلمين. وأعتقد بأنه لا توجد تقريبا يعني مدرسة في هذه المنطقة إلا وتجد فيها معلما من بيبان. أول مدير مدرسة استلم إدارة المدرسة في قرية بيبان كان المرحوم سليمان حاج العبيدي من سكنة عين سفني أو ما يسمى بقضاء الشيخان. ثم تدرجوا في الإدارة الكثير من المعلمين من أبناء اليزيدية وإخواننا المسيحيين من منطقة القوش وغيرها من المناطق، حيث كانت منطقتنا تفتقر في ذلك الوقت إلى أصحاب الشهادات. لكن الآن والحمد لله وبفضل ودعم الشيخ وأهالي القرية، في اليوم الحاضر أكثر من 200 إلى 250 خريج إعدادية فما فوق من أهالي قرية بيبان.
بمختلف الشهادات. وللقرية الكثير من الفنانين والمهتمين بالفنون المتنوعة من الغناء والموسيقى والرسم والتصوير، وبرز منهم العديد من أصحاب الأقلام النيرة والشعراء والفنانين والتشكيليين الذين شكلوا لوحة جميلة من المشهد الثقافي للمنطقة ولعموم الإيزيدية. في قرية بيبان لا توجد مجلة أو جريدة باسم القرية، وإنما عن طريق منظمات المجتمع المدني. هناك مجلة لالش وجريدة لالش عن طريق مركز لالش الثقافي الاجتماعي يصدر، يشارك بها العديد من أبناء القرية، وعندنا العديد من أهالي القرية ومن أبناء القرية من الطبقة المثقفة كتبوا في العديد من المجلات والجرائد وبشكل دوري، وما زال عطائهم مستمر لحد الآن. الحركة الثقافية يعني موجودة هواية في القرية مالتنا. فنانين موجودين، رسامين، خطاطين موجودين الحمد لله. عندنا فرق موسيقية، عندنا مواهب يعني موجودة يعني كثيرة. في السنوات الأخيرة تم فتح مكتب لالش بيبان واتحاد طلبة كردستان، وأيضا فرقة آزادي للفنون الذي لها دور فعال في المنطقة وفي تطوير الفنون بصورة عامة. لدى هذه الفرقة أعضاء نشيطين ولديهم نشاطات متميزة في جميع المجالات. 2005 أسست الفرقة الفنية في منطقة بيبان، وشاركنا بالمسرحيات وحفلات فنية اللي بأهل بيبان اليزيدية. لو ما الفرقة هاي فرقة آزادي للفنون، يعني أنا بالنسبة لي ما كنت أقدر أفتح حلقة لوحات ومعارض أرسم يعني اللوحات هاي، وفتح المعارض اللي فتحتها يعني ما يقارب 20 معرض بجهود فرقة آزادي للفنون. يعني هم اللي دعموني معنويا وماديا. وفي القرية أيضا فرق موسيقية يعني طبلة، فرق شعبية مثل طبلة زرنا، ومغنين ومطربين، وأيضا رسامين وخطاطين، يعني في جميع المجالات. بيبان متميزة بمثقفيها، متميزة بشبابها الرياضيين، وهناك ملعب في المرعى اللي يقع شمال قرية بيبان، ملعب رياضي مشهور وحتى على مستوى المحافظة، حيث شاهدنا إقامة العديد من البطولات والمباريات على أرض هذا الملعب، وجاءوا إليها الفرق الرياضية من مركز مدينة الموصل ومن قضاة الكيف ومن ناحية بعشيقة ومن وانا ومن القوش ومن مختلف المناطق، وكانوا يلتقون بشباب القرية بروح رياضية وأخوية. في بداية الفنية كانت سنة 1983، حيث بذاك الوقت أنا كنت بصف الخامس ابتدائي، مرحلة ابتدائية. كنت أعشق الرسم منذ طفولتي يعني. شاركت بعدة معارض على مستوى الطلبة بالمرحلة الابتدائية، حصلت على جوائز بذاك الوقت. آخر معرض هم إلي كان بمركز الثقافي الكردي في الموصل، كان بعشيقة، من ناحية بعشيقة. وعندي
حصيلتي الفنية تقريبا 20 معرض عندي. أبرز المعارض اللي فتحتها كان بحضور السيد الوزير وزير الثقافة وإعلام إقليم كردستان. هو فتح لي معرض في قضاء شيخان. فتحت معارض عامة يعني منوعة، فلكلور الكردي، فتحت عدة معارض. فتحت معرض مواضيع كاريكاتيرية على يعني المستوى الثقافي في المنطقة. للقرية مزاراتها ومعالمها الدينية كأي قرية إيزيلية أخرى، وفي بعض الأحيان سميت القرية على اسم صاحب مزارها والمشهور باسم شاهسوار، ويقصدها العديد من أبناء القرية لزيارة المزار والتبرك به، ولها أعيادها وطوافاتها الخاصة بها، وبرز منها رجال دين مؤمنين وشخصيات اجتماعية خدموا القرية والمنطقة بشكل عام. أيضا بيبان مركز ديني اللي وجود فيها مزار شاهسوار الذي يطوف إليه نحو 11 قرية من هذه المنطقة، ولديهم مناسبات خاصة وتمتاز بمراسيم دينية خاصة تختلف عن بقية المزارات، لأنه كما تعرف بأنه لكل مزار مراسيمه ولكل مزار مناسباته. فوجود شاهسوار في بيبان جعل منها أيضا كمركز ديني. من المعالم الدينية الموجودة في قرية بيبان مزار شاهسوار الذي يقع في نص القرية يسمونه نافغونت، وتقام مراسيم الطواف سنويا الذي يصادف يوم الأربعاء قبل طواف بوزان. والقرى الموجودة 11 قرية هم اللي سنويا يجون يطوفون أو يزورون المزار. وأيضا مزار شيخ حسن ملك شيخ حسن الذي يقع في رقصة، ونزوره بالسنة مرتين، الربيع والخريف. وأيضا عندنا مزار آخر، مزار ملك فخر الدين في الجانب الغربي من القرية. يعتمد أهل القرية في معيشتهم على الزراعة بالدرجة الأولى، حيث لديهم مساحات زراعية واسعة وشاسعة نسبة إلى بقية القرى، وبعكس القرى الإيزيدية حيث لا يوجد فيها ملاك أو آغا يتسيد عليهم، فكل أراضيهم مسجلة بأسمائهم ملك وتحت أرقام مقاطعتي 44 و46. والقرية تشتهر بزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية مثل الحنطة والشعير والعدس والحمص والباقلاء والبطيخ وزهرة الشمس. وفي الستينات والسبعينات من القرن الماضي اشتهرت القرية بزراعة محصولي الباقلاء والعدس، والآن هي مشهورة بزراعة الحنطة والشعير والحمص. وفي الوقت الحاضر يعتمدون على الوظائف الحكومية أيضا، حيث نسبة الموظفين من أهل القرية عالية، وخاصة من المعلمين والمدرسين والموظفين وفي اختصاصات عديدة. وتعتبر نسبة الفقر الأقل نسبة تقريبا بين كل القرى الإيزيدية، حيث نسبتهم بحدود 7 إلى 15%، ونسبة الأغنياء بحدود 10 إلى 20%، والبقية حالتهم المعيشية متوسطة. هناك آراء بأنه في الكتب القديمة وردت بأن من مشروع نهر جروانة قد امتدت المياه عبر قرية باعذرة وخورزان إلى قرية بيبان، وهناك نافورات وحمامات المياه، وكانت عبارة عن غابات من الأشجار المثمرة، أي كانت أخصب منطقة
أرض زراعية في العراق. تعتبر بيبان من القرى الزراعية، حيث تمتاز بامتلاكها للأراضي الخصبة، ولهذا تسمى دشت بيبان. حتى وجود أحد المزارات المهمة في المنطقة الشهسوار يسمى الشهسواري دشتا بيبان، يعني وهذا دلالة بأن بيبان تعتبر من المناطق الخصبة بالزراعة. تمتلك قرية بيبان مساحة من الأراضي الزراعية تبلغ حوالي 4762 دونم، أي ما يبلغ ثلث مساحة ناحية القوش من حيث الأراضي الزراعية. وتملك القرية أيضا مرعى يسموها باوان ولتربية المواشي والأبقار، تبلغ مساحتها حوالي 257 دونم. جميع أهل القرية هم من الكرد الإيزيديين ومن طبقتي الشيخ والمريد، ونسبة الزواج داخل محيط القرية عالي، وتقدر بحدود 60 إلى 70% متزوج داخل القرية نفسها، ويكون اختيار أخ الآخرة دائما من شيوخ القرية نتيجة العلاقات الجيدة بين الجميع وخاصة الشباب منهم. وتشير جذور وأصول القرية بتعايش الإيزيديين والمسيحيين فيها، وتسود القرية علاقات اجتماعية ممتازة، ولديهم علاقات جيدة جدا مع جميع القرى في محافظتي الموصل ودهوك ومن جميع الأديان والقوميات. بيبان معروفة بعلاقاتها الاجتماعية مع بقية مكونات المنطقة، سواء كانوا من إخواننا المسيحيين أو من إخواننا الكرد المسلمين أو من إخواننا العرب أيضا. ويوجد في القرية تل صغير في شمال القرية معروف عند أهل بيبان يعرف باسم كرك، أي التل الصغير، وقد جعل منه أهل القرية مقبرة للأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار. وهناك تل متوسط الحجم يقع في الجزء الجنوبي الغربي من القرية بمسافة 1500 متر تقريبا، معروف باسم تل بيرو، والقرية تقع في الجهة المنحدرة إلى السهل لكي يسهل على أهل القرية الصعود والنزول، وتكون الجهات الأخرى عالية ومرتفعة عن الأرض نسبيا، وذلك لصد هجمات الأعداء. وأما منطقة رقص القديمة عبارة عن وادي طويل من الشمال إلى الجنوب، كانت توجد فيها ساقية ماء جفت في السنوات الأخيرة بسبب الإهمال وعدم وجود صيانة لها، وحفر عدد كبير من الآبار الارتوازية في المنطقة، مما ألحق ضررا كبيرا بمستوى المياه الجوفية. والقرية كانت تقع في الجانب الشرقي من الساقية، مع وجود مزار الشيخ حسن فيها أيضا، وهي ضمن أراضي أهل قرية بيبان من المزار والأرض والساقية والأراضي الزراعية. وفي شمال القرية توجد مراعي كبيرة مستطيلة الشكل تقريبا وأطوالها غير متساوية يستفيد منها أهل القرية لرعي مواشيهم وأبقارهم. وفي الجهة الجنوبية من القرية توجد ساقية أخرى باسم مام عمر أو مام عمر، وبحدود 1500 مترا، حيث جفت الساقية منذ 20 سنة تقريبا بسبب قلة الأمطار ووجود آبار ارتوازية، مما يؤثر على كمية الماء فيها. وتعتبر مقبرة القرية ضمن المقبرة الكبيرة للإيزيديين في قرية بوزا، والمعروفة عند الإيزيديين بكتشكلالش. ومن الأماكن الأثرية والدينية في القرية مزار يقع في الجزء الجنوبي الغربي من القرية يعرف باسم شيخ فخر وشيخ شمس. أما مزار شاه السوار الشامخ والعالي الذي يقع في ميدان نافكوند معروف لدى جميع الإيزيديين قاطبة، يزوره أهل القرية والقرى المجاورة أيضا، قرية بوزان، قرية دوغات، قرية شيخكا، قرية كرساف، قرية خوزان، قرية تفتيان، قرية قابارة، وقرية الجراحية والنسيرية أيضا، 3 مرات في السنة، مرة في الربيع ومرة في الخريف، وفي يوم طواف بيبان، وبصورة دورية وبانتظام. في الجهة الشرقية من القرية وادي يسمى كونروفي، أي مأوى الثعالب. وفي الجهة الغربية
نوال الشور أي الوادي المالح. ثم هناك منطقة أخرى لا يزال أهل قرية بيبان يعتبرون جزء من قرية بيبان، وأن أراضيهم تمتد إلى تلك المنطقة، والتي كانت مليئة بينابيع المياه يسمونها مام مر أو مام أومر، العم أومر. وقتها يعتقدون السابقين بأنه كانت قرية وتابعة يعني قرايبهم كانوا يعيشون في قرية بيبان، وكذلك قرية رقصيه، ولا يزال آثارها شاخصة لحد الآن. ثم لا ننسى قرية مكنان أيضا من الآشوريين، ولا يزال هناك قصر الملك الشاخص لحد الآن وآثارها الباقية في الجهة الجنوبية من قرية بيبان حوالي 5 كيلومترات. ثم التل الأثري في قرية بيبان ويقع شمال قرية بيبان، وهناك خزان الماء المنصب عليه عام 1983 لضخ مياه الشرب من مشروع ناحية القوش إلى قرية بيبان. وهذه القرية أسوة بباقي قرى وبلدات الإيزيدية هاجر منها الكثير من الشباب إلى الخارج، إما هربا من ظلم الأنظمة السابقة أو بحثا عن مأوى وعمل يؤمن لهم مستقبلهم. لذا ترى أهل القرية يشتكون من هذه الظاهرة وقلبهم يعصره الألم والأحزان معا. ومع شديد الأسف بيبان أيضا عانت ما تعاني منه أعتقد أبناء اليزيدية بصورة عامة من الهجرة. تعتبر دفعت يعني قسطا كبيرا، لأنه نصف أهالي بيبان حسب الإحصائيات يسكنون خارج العراق، يسكنون في ألمانيا والسويد وبقية المدن. ما يقارب من 1550 يعيشون خارج العراق في ألمانيا والسويد وهولندا وبقية الدول الأوروبية. التأثير الذي حصل لأهل القرية كان بسبب الهجرة إلى الخارج، حيث في الخارج من أهالي قرية بيبان ما يزيد على 1500 شخص، أكثريتهم من الشباب المثقفين، من الشباب الذين حصلوا قسم منهم على شهاداتهم، وقسم منهم لم يتسنى لهم الفرصة للحصول على الشهادة وسافروا إلى الخارج. ولا بد لنا عندما نتحدث عن قرانا أن نذكر المرأة ودورها، وكما هو معروف أن للمرأة دورا مهما وحيويا في مجتمع القرية نتيجة عملها في الحقل وتربية الحيوانات والعمل في البيت وتربية الأطفال، وهن يساعدن رجالهن كثيرا في مجالات الحياة. أما اليوم فأخذت هذه المرأة تتعلم وتدخل معترك الحياة من أبواب أخرى، فدخلت المدارس وحصلت على الشهادات العلمية أسوة بأخيها الرجل. كثير يعني من بنات يعني شاركت المدارس، ويعني كثير من آباء وأمهات يعني يشجعون بناتهم أكثر وأكثر يعني يتعلمون، لأن الثقافة يعني كثيرة كلش لكل بنت كل شخص بأي منطقة. وختاما عندما تذكر قرية بيبان أمام الآخرون يتبادر إلى الذهن مباشرة اسمها الخاص أو المزار وحامي قرية بيبان الشهسوار. وكما يتصف أهل قرية بيبان بين قرى الإيزيدية بالثقافة العامة ودماثة الخلق وطيبة القلب والمعشر والاتزان في الكلام والتصرفات.